قالوا زمان الجرح اللي ما بيبانش في الجسم بيكون في القلب، وده وجعه أكبر. أنا كنت فاكرة إني عايشة أجمل قصة حب، حد جري ورايا، حبني، خطبني، ورجعلي بعد سنين. بس اللي رجعلي ده مش هو نفس الشخص. كل حاجة حواليا كانت بتقولي في حاجة غلط، بس أنا كنت بكدب نفسي، لحد ما اليوم اللي كنت بستناه بقى أسود يوم في حياتي. استنوا، اسمعوا حكايتي، يمكن تفهموا أنا بضحك على نفسي ليه لحد دلوقتي. في يوم من الأيام من حوالي 7 سنين فاتوا، كنت عايشة حياة عادية، طالبة جامعية زي أي بنت. أحلامي بسيطة، كل اللي كان يشغلني إني أخلص كليتي ويلاقي شغلانة كويسة، لحد ما ظهر في حياتي أحمد. أحمد ده كان أكبر مني ب5 سنين، زميل سابق في الجامعة، بس ما كناش نعرف بعض وقتها. اتقابلنا بالصدفة عن طريق أصحاب مشتركين، ومن أول قعدة حسيت إنه في حاجة مختلفة. راجل محترم طموح، وعينه كانت بتلمع كده بحاجة ما كنتش فاهماها وقتها. أول ما اتخرجت أحمد خطبني. أهلي كانوا طيارين بيه، وخصوصاً لما ربنا فتحها عليه وشغله كبر وبقى ليه اسمه. بصراحة هو ما كانش بيبخل عليا بحاجة، أي حاجة أتمناها كانت بتجيلي لحد عندي، وهداياه كانت دهب صافي يلمع. حسيت إني اتنقلت نقلة تانية خالص، عيشة كريمة عمري ما حلمت بيها. ده خلاني أتمسك بيه أكتر وأقول لنفسي ده الراجل اللي عمري كله هعيشه معاه. فاتوا 3 شهور على خطوبتنا، الدنيا كانت وردي، مفيش أي مشاكل، كنا بنجهز شقتنا وكل حاجة ماشية زي الفل، لحد ما فجأة لقيت أحمد اتغير 180 درجة. بقى بارد، بيتجنبني، مكالماته قلت، ونظرته ليا بقى فيها حاجة غريبة. في يوم قال لي كلمة نزلت عليا زي الصعقة: أنا ما بقيتش أحبك زي الأول، في حاجة وقعت بينا، وعشان ما ظلمكيش زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ساعتها ما صدقتش وداني، إزاي؟ إمتى؟ ليه؟ أنا كنت طايرة بيه وهو كان ماليني حب واهتمام. جريت على أهله وعلى أمه بالذات، قلت لها يا طنط الحقيني، ابنك عايز يسيبني. حاولت أدخل واسطة وأمه كانت بتلومه، بس هو كان ثابت على موقفه، رفض يرجع، رفض يدخل بيتنا تاني ولا حتى ياخد شبكته. والهدايا الذهب اللي جابها لي اتلككت بيها وقلت لنفسي يمكن لما يشوفني عشان اديهاله قلبه يحن، بس للأسف كان أذكى مني، رفض يشوفني كأنه باعني ومش مصدق يخلص مني، ومشي وساب وراه خراب في قلبي. بعدها بأسبوعين بالظبط اتصدمت صدمة تانية، عرفت إنه بيدور على عروسة. ما صدقتش لحد ما أصحابنا المشتركين نفس اللي عرفوني عليه كلموني وقالوا لي إحنا شفنا أحمد قعدة تعارف في كافيه. ساعتها قلبي وقع في رجليا، نزلت جري، ولما شفته قاعد مع واحدة تانية اتجمدت مكاني. هو في منتهى البرود سلم عليا كأننا زملاء أقل من الصحاب، ومشي في سلام تام. أنا بعد اليوم ده تعبت جدا، دخلت المستشفى من كتر الوجع والحالة النفسية السيئة اللي كنت فيها. هو عرف، بس برضو ما كلمنيش ولا حاول يقرب لي، لا من قريب ولا من بعيد. بعتله رسائل كتير كان بيعمل سين وما بيردش خالص. عدت 3 سنين كاملين، من 2018 ل 2021، سنين عذاب، سنين وأنا بتعالج من صدمة عمري، سنين وأنا مش فاهمة إيه اللي حصل. فجأة وفي يوم من الأيام لقيت أحمد بيكلمني، بيرد عليا. قلبي دق، فرحت فرحة الهبل، فرحة اللي كان تايه ولقى طريقه. نزلنا اتقابلنا، قال لي إنه عايز يرجع لي، بس كان في حاجة غريبة فيه، مش ده أحمد اللي أنا أعرفه. مكسور، مستعجل في كل حاجة، كأنه بيجري من حاجة أو في حاجة بتجري ورانا. بعد إلحاح مني كتير اعترف لي بالسر، إنه قبل ما يجيلي ب3 شهور بالظبط قابل بنت.
بنت خالة صاحبه الأنتيم حبها بجنون. من معرفتي بأحمد أقدر أقول إن دي كانت ولا زالت للأسف حب عمره في 3 شهور بس، وهي كمان حبته بجد. كل ده حلو وجميل، المشكلة كانت في أهلها، رفضوه رفض تمام وسابوا عليهم طوب الأرض. البنت حاولت بشتى الطرق، 3 شهور زي ما وصفهم بالظبط، كانوا أحلى وأصعب 3 شهور في حياتي، لحد ما البنت نفسها قالت له شوف حالك ونصيبك، انت ملكش ذنب، ارجع لخطيبتك الأولانية. هي كانت عارفاني طبعا لأني ما كنتش ببطل أبعت له رسايل، والغريب إنها كانت واثقة فيه إنه ولا مرة بعتلي، ودي كانت الحقيقة. ما كدبش خبر، بعدها بأسبوع كلمني، اتقابلنا، اتفقنا على جواز ودخلة في خلال شهر واحد بس، كأنه بيطبق كلامها بالحرف. تغيير أي حاجة في الشقة ممنوع، اختيار أي حاجة ممنوع، كان مستعجل جدا، كأنه بيجري من حاجة أو في حاجة بتجري ورانا. وفي يوم صحيت على خبر، يا رب ما يعدي على حد، إن أحمد انتحر. كان في مستشفى في التجمع. جريت ونزلت بالشبشب، وصلت لقيته في الرعاية، وأمه وأخته وأخوه وصاحبه كانوا هناك. هو كان في حالة صعبة جدا، بس أنا كنت في حالة أصعب، حرفيا روحي كانت بتطلع. هو فاقد الوعي في الرعاية، ما بيقولش حاجة غير اسمها هي. ما بين خوفي عليه وقلبي اللي كان بيتقطع كل ما ينطق اسمها، لحد ما الدكاترة سألوا مين دي، وبعتوا جابوا الدكتور نفسية وعصبية، وهو اللي قال فين البنت دي. كان فاكرني أنا، وكان مصر جدا إنه يشوفها ويتكلم معاها. أنا طبعا سمعت كده ولعت أكتر، حاولت أشوف أي بديل، أقول أي حاجة، بس رفضوا. محدش ساندني، لا أمه ولا أخته، واتهموني ساعتها بالأنانية، إني ما بفكرش غير في نفسي. المهم البنت دي فعلا جت المستشفى، كانت أول مرة أشوفها على الحقيقة بعد ما هرست كل الأكاونتات بتاعتها. ودي بقى شق تاني خالص من القصة. البنت أولاً دكتورة صيدلانية، بنت ناس جداً الصراحة، جميلة ومحترمة، حاجة تانية خالص. بصراحة أكتر هي طبقة مختلفة عني أنا وأحمد. وبما إنها دكتورة، دخلت للدكاترة مع ابن خالتها وبرطمت بكام حاجة كده ودخلوها على طول الرعاية المركزة. وأنا هموت وأدخل وأتخانق، إشمعنى هي؟ يقولوا لي دي دكتورة، أقول لهم وأنا مهندسة واللي جوه ده خطيبي. أمه وأخته يمسكوا فيا ويقولوا لي اهدي، انتي في إيه ولا في إيه؟ من الآخر محدش كان حاسس بالنار اللي أنا كنت فيها. بعد ربع ساعة نادوا علينا، دخلنا كلنا. هو كان سايق بس ما كانش مركز مع حد غيرها هي. حتى أمه نزلت عليه وعيطت وبسته، وهو باصص عليها هي بس. لحد ما البنت دي جت تمشي من الرعاية، معرفش عمل ازاي كده قدام كل الناس، مد ايديه ومسك في شنطتها وقال لها ما تسيبينيش، وابتدى ينهار. وانا كمان انهارت ومشيت. البنت خرجت ومشيت خالص، طبعها هادي جدا الصراحة، ما كانتش بتتكلم غير مع الدكاترة، ما وجهتش كلام لحد لما أمه وأخته سألوها عشان يفهموا حالته. وده طبعا ولعني أكتر، ما مسكتش نفسي، رحت قلت لها في وسط الناس انتي السبب، اللي احنا فيه ده بسببك انتي. ما نطقتش بحرف غير انها بصت لي ومشيت. بصراحة كنت متوقعة العكس، انها هتعلي صوتها او تتخانق او حتى تنكر وترد على كلامي. أمه وأخته طبعا لفوا حواليها أكتر كأني مش تبعهم، وبدل ما يمسكوا فيها ويولعوا فيها لأن هي سبب انتحار خطيبي، لأ، لقيتهم بيحضنوها وبيطبطبوا عليها. ده خلاني ينهار في العياط أكتر. على فكرة هي عند أخته على الفيسبوك، وأخته بتقعد تعمل لها لايكات. المهم البنت دي جاتلي وأنا في عز قهرتي، جاتلي وقالتلي بالحرف الواحد أنا عارفاكي كويس، بس انتي ما تعرفينيش، ما تخافيش مني، والله انتي فاهمة غلط خالص. أنا لا خاطفة رجالة ولا عايزة أبوظ حياتك، أنا اللي خليته يرجعلك. تفتكري هاجي دلوقتي أبوظ حياته؟ أنا لو عايزاه كان عندي 1000 فرصة وفرصة نرجع لبعض، أو ما كناش سيبنا بعض أصلا. ولكن
اسمعوا نصيب، وأنا راضية باللي ربنا كاتبه. نصيحة مني ليكي، ما تركزيش معايا أنا ولا هو حتى، ركزي أكتر مع نفسك. الحب مش أنانية، الحب إنك تتمنى السعادة اللي بتحبيهم سواء معاكي أو مع غيرك. بس سؤالي ليكي، إزاي تقدري تعيشي مع حد انت عارفة ومتأكدة إنه بيحب ومتعلق بحد تاني؟ وكان ردي عليها بمنتهى الثبات: أنا هعرف أنسيه أيامكم كلها وأمحيها نهائي من ذاكرته. ضحكت وقالت good luck and wishing for you both all the best. ومن ساعتها ما شفتهاش فعلا. خرج أحمد، وبعد ما تعافى من اللي كان فيه ابتدت المشاكل والعصبية معايا، بس طبعا أنا استحملت وكنت حرفيا قبل أي حاجة عشان نتجوز ونخلص. لحد ما تمت الجوازة. لكم أن تتخيلوا يا سادة يوم فرحنا اللي هو أي لحظة يتمناها الراجل ألاقيه ماسك موبايله فاتح الستوريز بتاعتها. هو مش بيكلمها ولا هي بصراحة، بالعكس أنا فضلت أراقب الموقف من بعيد من غير ما أجيب سيرتها في أي حاجة، ومستنية مسج واحدة منها كنت هاخدها وأوريها لأهلها وأخرب بيتها. بس شهادة لله البنت محترمة ورأية جدا، وده كان بيفقدني الثقة في نفسي أكتر بكتير. قعدت أقول هو ليه الحق يحبها؟ بصراحة أنا نفسي لولا الموقف اللي أنا فيه والله كنت أحبها وأعتبرها صديقتي. ثقتي في نفسي بقت في الأرض، خصوصاً إنه اختارني عشان هي اللي قالت له عليا. حاولت أعمل اللي ما يتعمل، عملت قرد حرفياً، وكنت فاكرة إنه نسيها أو كنت بضحك على نفسي. عايزة أقول لكم في الهانيمون كان كل يوم يكلم صاحبه ده اللي هي تبقى بنت خالته، وأنا أتجنن لدرجة إني بقيت مسمياه درتي. وكتير جدا كنت أخرج من الحمام ألاقيه فاتح البروفايل بتاعها، وأخدت موبايله فجأة لقيته نحتفظ بصورهم في فولدر على جوجل درايف، وعامل فيك أكاونت عشان الهانم كانت لياه بلوك. الأصعب من كل ده اكتشفت إن في رسالة مبعوثة منه ليها يوم 7/1، يوم فرحنا، بيقول لها فيها إنها أعلى وأحلى وأغلى إنسانة في حياته، وإنه عمره ما حب ولا هيعرف يحب غيرها، وخليكي واثقة من ده مهما حصل. هي بقى ردت عليه: لو فعلا ليا معزة خاصة عندك اتقي الله في زوجتك، وهعتبر دي آخر رسالة توصلني منك. اللي مرضهوش على نفسي مرضهوش على غيري، وعشان ما تظلمش مراتك وتظلمني وتظلم نفسك أنا هعمل بلوك علشان ما يبقاش في القلب شيء. وعملت فعلا بلوك، وعشان كده هو عمل أكاونت تاني يراقبها. وبكده أنا خسرت نص المعركة، لأني كنت فاكرة بزواجه مني وبعده عنها هينساها ويرجع لحبه الأولاني اللي من طوبة. بس اكتشفت إني غبية جدا، بعده عنه حببه فيها أكتر. يوم 6/11 اكتشفت إني حامل، وفرحت إن خلاص دي حاجة بتشد وتجذب أي راجل، وهيتعلق بيا وببيته وبالبيبي اللي جاي. ولكن للأسف لكم أن تتخيلوا يا سادة إنه لما عرف قال لي مبروك ونزل يقعد على القهوة. من قهرتي جالي إحساس إني عايزة انتحر، وبكده أنا خسرت المعركة كلها، وهي انتصرت عليا بكل هدوء ومن غير حيل وباحترامها، وده جنني أكتر. أنا لا زواج ولا حمل عرفت أجذبه ليا، وهو يوم بعد يوم جوزي أنا متأكدة إنه بيحبها هي، وأنا بضحك على نفسي. أنا ساعات بحس وإحنا في العلاقة بتخيلها هي، أنا عارفة إنها ملهاش ذنب، وهي بصراحة بنت ناس وبعيدة خالص، رغم إني أنا اللي كنت مستنياها على غلطة. بس أعمل إيه؟ افتكرت كلامها معايا في المستشفى لما سألتني كأنها كانت بتضحك عليا، واثقة من نفسها ومن حبه ليها. سؤالي ليكو، هل حب 3 شهور بمعارك وإهانات ومشاكل ممكن يستمر عمر كله؟ طب هل ممكن ينساها ويحبني أنا مكانها؟ أكلمها أفهم منها إيه اللي كان بينها وبينه يخليه مش شايف حد غيرها؟ بس هقولها إيه؟ لو القصة دي حسستك إنك مش لوحدك، ما تنسيش تعملي فولو وسبسكرايب لقناتي مشكلتي بصراحة، قصص واقعية من قلب المجتمع وناس شبهك بتحكي وجعها.